ان شاء الله النهارده هنعمل احلى تورته موس مانجا بطريقه سهله جدا وبسيطه ومكونات موجوده في كل بيت. اي نوع بسكوت ساده انت بتحبيه استخدميه. انا استخدمت هنا حوالي 300 جرام من البسكوت الساده. هاخده هطحنه بالشكل دوت، وهضيف عليه 150 جرام من الزبده الدافيه، ما تكونش سخنه علشان ما تنشفش معاكي البسكوت، وهقلبها كويس كده مع بعض. وهاخدها واول ما اضغط عليها بالشكل دوت الاقيها ان هي متماسكه، اعرف ان هي كده جاهزه معايا. لو هي بتفرول وبتقع منك يبقى محتاجه شويه من الزبده. هجهز صينيه من التشيز كيك او اي صينيه بايركس عندك بدهنها، وهغلفها بالورق الزبده بالشكل دوت. وكده اصبحت معايا جاهزه. هضيف عليها البسكوت وهوزعه حلو جدا في الصينيه. وكده اصبح معايا جاهز. عندي باكوين من جيل المانجا، هستخدم واحد دلوقتي والتاني هسيبه شويه. هضيف عليه نص كوباية من المية السخنة. انا هضيف نص كوباية بس عشان عايزة قوام الجيلي يكون عندي تقيل، وده يعتبر المادة الرابطة لموس المانجا. وهقلبهم كويس واسيبه يبرد على جنب. هجهز الكريمة. عندي كوباية من كريم جانتيه الخام بدون سكر، دي كوباية معيارية. هضيف عليها كوباية الا ربع من اللبن يكون مثلج، واخفقها كويس جدا. انا عايزة قوام الكريمة عندي يكون تقيل عشان لسه هضيف السوائل، فلازم يكون القوام بالشكل دوت. وهضيف عليها كوباية من بيور المانجا. طبعا بيور المانجا عندي هنا بدون مية ولا سكر. وهخفقها برضو كويس. وهضيف عليها الجيلي بعد ما برد تماما. وبكده كل السوائل معايا اصبحت جاهزة. شايفين بقى قوام الكريمة؟ انا عايزاها تكون تقيلة عشان لو كانت الكريمة عندي خفيفة وضفت السوائل مش هتربط معاكي ولا هتتماسك معاكي ابدا. فلازم الكريمة عندي تكون تقيلة بالشكل ده انتوا شايفينه دوت. بخلي بالنا كويس جدا. هبدأ أضيف كوباية من قطع المانجا وهقلبها كويس، وبكده الكريمة أصبحت معايا جاهزة. هاخدها وهضيفها على البسكوت وهوزعها كويس جدا. شايفين بقى القوام؟ لازم تكون تقيلة عشان تتماسك. هاخدها واحطها في التلاجة من ساعة لساعتين. هبدأ أجهز الباكو التاني من الجيلي. هضيف عليه نص كوباية برضو من المية السخنة، بس هضيف كمان نص كوباية من المية الساقعة. يبقى أنا ضفت هنا كوباية بالشكل دوت. أول ما الكريمة عندي طلعت وتماسكت تماما هضيف عليها الجيلي. ولازم الجيلي يكون ساقع، ما ينفعش ان انا اضيفه يكون سخن، هلاقي الجيلي نزل تحت والكريمه طافت على الوش. فخلي بالنا كويس جدا. هوزعها كويس قوي. وبكده اصبحت معايا جاهزه. هبدا ادخلها التلاجة من 4 ل5 ساعات عشان تتماسك. طبعا انا سبتها كده ليله كامله بالشكل دوت. طبعا بتطلع معايا بكل سهوله، وورق الزبده طبعا ساعدني. بصوا بتطلع معايا برضو بكل سهوله. شايفين بقى طبقات البسكوت والكريمة والجيلي متماسكة ازاي؟ وكده اصبحت معايا جاهزة. طبعا زينوها بالتزيين اللي يعجبكم زينوها. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا اقطع لكم كده حتة بالسكينة، وكل استخدام اقطع حتة تمسحوها بالمنديل عشان الكريمة
بالشكل دوت. شايفين بقى القوام؟ حلوة جدا، طبقات متماسكة. خلي بالنا كويس قوي ما تخلوش الكريمة تكون خفيفة، لازم تكون معاكم تقيلة عشان تتماسك، لان احنا اعتمدنا على الجيلي اللي فيه مادة الجيلاتين، فما اعتمدناش على حاجة تانية غير الجيلي، ويعتبر المادة الرابطة، فتقللوا الكمية. سهلة جدا وبسيطة. وشايفين بقى مكعبات المانجا حلوة قوي، والبسكوت طري وفي نفس الوقت مقرمش. شايفين بقى شكلها حلوة وبتكون ساقعة وجميلة في الجو الحر دوت، والأولاد هيحبوها، وطبعا فينا الأولاد طبعا بيحبوا الجيلي. جربوها هتعجبكم، ما خدتش مننا وقت خالص، وبالهنا والشفا.